محافظة اسكندرية بتطمنكم على الترام. هو في إيه يا جماعة، انتوا كنتوا قلقانين ولا ايه؟ تعالوا بقى نشوف المحافظة بتطمنا ازاي. بس الأول لو مهتم تعرف كل اللي بيحصل في كل مكان في اسكندرية فده مكانك الصح. تقدروا تتابعوا صفحتكم تركاية وحكاية، وأنا أخوكم مراد محمود. قهوتك الجميلة بقى وأحلى لايك، ويلا نبدا. في البدايه كده لازم نكون عارفين ان مشروع تطوير ترام الرمل ده خاص بس بترام الرمل، يعني ترام المدينه والترام الصفراء اللي بتوصل لحد راس التين في حي الجمرك ملهاش علاقه بالموضوع، وهيفضل محافظ على شكله التاريخي والتراثي كجزء من هويه اسكندريه. وان كنت بتمنى انه يتم تطويره في فتره لاحقه بعد كده، بعد طبعا ما يتم الانتهاء من مشروع مترو اسكندريه ومشروع ترام الرمل. يعني مثلا الشوارع الضيقه اللي بيمشي فيها ترام المدينه في اتجاهين زي شارع محرم بيه وشارع الخديوي محتاجين يتراجعوا، بس بعد كده مسار ترام الرمل واللي بيمتد من محطه الرمل لحد فيكتوريا اتطور اكتر من مره قبل كده، سواء على مستوى البنيه التحتيه او على مستوى الانظمه التشغيليه، لكن الزياده السكانيه احتاجت ان يتم تطوير شامل للمرفق كله. مشروع ترام الرمل بيتم في نفس المسار، يعني محدش يكون قلقان ان بعد كده مش هيقدر يركب الترام دي، لان حتى الترام بعد التطوير هيمشي في نفس المسار دلوقتي، غير بس ان الوصله بتاعه سيدي جابر الشيخ هيتم الغائها لتبسيط المسار، وان كنت بتمنى ان يتم الحفاظ عليها ما جاتش برضه على الكام محطه دول. طب ليه نطور ترام الرمل اصلا؟ ما هو شغال وحلو وجميل وكهرباء اهو. بيقول لك يا سيدي ان لو ترام الرمل فضل شغال بنفس الكيفيه اللي هو شغال عليها دلوقتي هيجي وقت وهيقف خالص ومش هنقدر حتى نستفاد منه. ده الوقت المناسب اللي لازم يتم التطوير فيه. واعرف بقى الفرق ما بين الترام بعد تطويره والترام الحالي واحكم انت بنفسك. واسال نفسك انت ليه لازم تضغط متابعه على صفحتنا دلوقتي، لاننا مش زي الصفحات التانيه بتنقل لك الخبر وخلاص، احنا بنفكر فيه مع بعض وبنقول لك حكايته والتركايه اللي فيه. ترام الرمل حاليا بيستوعب 80,000 راكب في اليوم، لكن بعد التطوير مستهدف يكونوا 220,000 راكب. زمن الرحله دلوقتي بتكون اكتر من ساعه، لكن بعد التطوير زمن الرحله هيكون 33 دقيقه. الترام دلوقتي بتيجي لما ربنا يسهل، لكن زمن التقاطر بعد التطوير هتكون 3 دقائق. سرعه الترام الحالي 11 كيلو متر في الساعه، ودي تقريبا كده سرعه السلحفاه اللي شد حيلها شويه. حاليا في مزلقانات كتير بتتقاطع مع طريق الترام، وده كان بيؤدي لحوادث وخسائر ماديه وبشريه. ترام الرمل بعد التطوير معظم المسار هيكون على مسار علوي، وده علشان يتفادى الوقوف في الاشارات زيه زي العربيات، انه يقف في مزلقان زي اشاره الشبان 6 دقائق. تخيل انت بقى واقف على الترام في المحطه اللي بعدها في الحر وفي الصيف ومستني الترام ما جاتش. معلش والله يا جماعه، اصل الترام واقفه في الاشاره. ترام الرمل من المشروعات المهمة جدا اللي الدولة المصرية بتدعم فيها محافظة اسكندرية، خصوصا لمواجهة الكثافة السكانية المتزايدة بشكل كبير جدا والأزمات المرورية المتلاحقة في المدينة الساحلية، ده لأن الطلب على اسكندرية وزوار اسكندرية بيزيدوا جدا في موسم زي موسم الصيف. محافظة اسكندرية بتأكد إن الحفاظ على هوية المدينة مش معنى كده إن احنا نفضل واقفين مكاننا، الحفاظ على الهوية بيكون من خلال التطوير اللي بيحمي التراث وبيواكب متطلبات الحاضر، وكمان بنظرة مستقبلية، وإن التطوير ما بيتعارضش مع كده، لأن التطوير بيصون التراث وبيحميه. يعني مثلا كلنا متعودين إن ترام الرمل هي الترام الزرقاء، يا سيدي بعد التطوير هتكون برضو الوحدات المتحركه لونها ازرق لكن متطوره. وزي ما اسكندريه حافظت على طابعها المميز وترامها في ازمنه كتير، هتفضل من خلال التطوير تحمي التراث ده ويستمر الاجيال تانية بعد كده. دلوقتي بقى عايز اعرف رايكم في التعليقات، يا ترى اطمنتوا لمشروع تطوير ترام الرمل وعرفتوا انه بيحافظ على تراث وهويه اسكندريه وكمان بيطورها لاجيال جايه، ولا لسه محتاجين تطمنوا تاني؟ تابعونا علشان دايما تشوفوا وتعرفوا كل جديد في اسكندريه. اخوكم مراد محمود.